السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة يا جماعة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. طيب النهاردة هنعمل ايه بقى؟ النهاردة هنعمل كيكة بالشوكولاتة، او بمعنى اصح اللي هو ايه، جاتو شاتو. طريقته سهلة جدا. طبعا انا شارية العلبة دي جاهزة. تمام. تحط لها ايه بقى؟ دي مية، دي كوباية ونص مية. تمام. ونص كوباية زيت وتلاتة بيض، تلات بيضات. دول المية والبيض، المية والبيض والزيت هنحطهم في الخلاط ونضربهم كويس. وبعد كده هنقوم حاطين على النار. العلبة دي فيها كل حاجة، فيها السكر وفيها الكاكاو وفيها الدقيق وفيها المحسن الكيك وفيها كل حاجة. يعني انت يا دوب اللي بتضيف عليه المية والزيت والبيض بس. تمام. تعالوا نشوف الخطوات كده هنعمل ايه. انا دلوقتي حطيت البيض اهوت في الخلاط. تمام. نص كوبايه زيت اهو. تمام. زي ما انتم شايفين ميه، كوبايه ميه ونص، كمان كوبايه ونص ميه زي ما انتم شايفين كده معايا اهو. ونص كوبايه كمان اهي ميه. خلوا معيار الكوبايه ثابت. تمام. كل الخلطه ديت الميه والزيت والبيض هنضربهم مع بعض. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا بقى يا حلوين، انا ضربت اهوت وفضيت الخليط اهوت اللي اتضرب في الخلاط. بعد كده جبت القارب بتاعي ده. تمام. دهنته الاول زبده او سمنه او زيت، اي حاجه، اي ماده دهنيه. بعد كده حطيت عليه شويه دقيق. تمام. بعد كده هقوم جايبه العلبه بتاعتي اهي. طلعتها طبعا من العلبه اللي هي دي، وافضها على الخليط ده زي ما انتم شايفين اهو. هقلبه بالمضرب كده زي ما انتم شايفين. بقلبه اهوت لغايه المكونات كلها تتخلط مع بعض، تندمج مع بعض. تمام. بصوا زي ما انتم شايفين كده اندمج كله مع بعضه. اسر جاي بيطمن يشوف عشان هو اسر بيحب الجاتو شاتو، فجاي بيسأل تعمل ايه يا اسر؟ غلط كده يا اسر، انت عملت خط في الصينيه ليه كده؟ كده كلم اصحابك، كلم اصحابك يا اسر. عاملين اصحابي. امم احنا بنشوفكم في في فيديو جديد واحنا بنعمل كيكه. قول له انت بتعمل ايه يا اسر؟ مش بعمل ولا اي حاجه. بتعمل ايه؟ بتعمل كيكه بالشوكولاته ايه؟ بتعمل كيكه ايه؟ كيك ايه؟ اه. كيكه بالشوكولاته. انت بتحبها؟ انت بتعمل بالمضرب؟ شاطر يا اسر. عشان تفكريني بس اللي انا بساعد. ايوه، اسر بيساعدني. شاطر يا اسر. خلاص. كمان كتير، اعمل كتير. بتجيبك ولا بالراحه؟ لا جامد كده. اه. شاطر يا اسر. في اتجاه واحد. قلتلي قلتلي بعد ما ضربتها، بعد ما خلصتها خلاص ضربتها بالمضرب، حطيتها في القارب وحطها في الفرن على درجة حرارة 180 لغاية ما تبدأ ان هي تستوى، واوطي عليها. يعني من لغاية ما تعلى كده واوطي عليها عشان تستوى على نار هادية زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين الكيكة بتاعتي طلعت من الفرن اهيت مستوية. تمام. وعالية ما شاء الله.
محضره عليها كريم شانتيه هحطه على الوش. عباره عن ايه الكريم شانتيه ده؟ كوب حليب بارد مع كيس كريم شانتيه. زي ما انتوا شايفين انا حطيت اهوت الكريمه، بعدين جبت شويه شوكولاته ومسيحاهم بشويه حليب اهوت، حطهم على الوش للزينه. طبعا ما فيش كيس حلواني، بحطها في كيس عادي وبخرمها خرم صغير كده وايه، وبحطها بعملها خطوط زي ما انتوا شايفين هتشوفوا معايا. رصيت الشوكولاته اللي انا مسيحاها خطوط كده. بعد كده بعمل ايه، بعصايه الشيش طاووق دي خطوط كده عشان اعمل اشكال انتوا شايفين. انا عملت طبعا خطوط كده، بعمل الخطوط بقى بالعكس كده الخط بالعكس. طبعا ما بحطش الكريمه ولا الشوكولاته دي الا لما يكون الكيكه بردت خالص. بعد كده برجع ادخلها التلاجة عشان ايه، تجمد. ايه رأيكم في الشكل؟ والطعم برضو تحفة. كل ما بتعملي شكل من اي جنب بيعمل شكل تاني خالص. انتوا شايفين كده. طبعا هحطها في التلاجة وبألف هنا وشفا. اتمنى ان انتوا تجربوها. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة يا اصدقائي في رعاية الله.